البيانات فيها قوة جبارة، واللي يعرف يوصل لها بسرعة ويستخدمها صح بيفرق جامد جدا في شغله. في الكورس ده هنتعلم مع بعض ازاي نستخدم مهاراتنا في الاكسل، وده علشان نفهم SQL اكتر ونعرف نطلع منها معلومات مهمة نقدر نبني عليها قراراتنا. دلوقتي معظم الشركات بقت عايزة الناس اللي شغالة فيها تعرف توصل لبياناتها بنفسها، علشان كده انك تبقى فاهم SQL بقى عامل مهم جدا في شغلك. وطول مدة الكورس ده هنشوف الفرق والتشابه ما بين اكسل و SQL، ونتعلم شوية دوال أساسية في SQL بطريقة تخليك متحمس تكمل وتزود مستواك فيها أكتر وأكتر. طبعا كلنا متفقين إن مايكروسوفت اكسل أداة قوية جدا في التعامل مع البيانات وتنظيمها وعرضها، وفي الحقيقة هو من أكتر البرامج استخداما وأهمية في عالم البيزنس دلوقتي. بس السؤال هنا، لو البيانات اللي انت محتاجها مش موجودة في ملف اكسل تعمل ايه؟ تروح فين؟ لو البيانات ديت موجودة في قاعدة بيانات يبقى الحل الوحيد انك تستخدم SQL علشان تقدر توصل ليها وتطلع المعلومات اللي انت عايزها. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في الكورس ده، ازاي تنتقل بسهولة من اكسل ل SQL. انا محمد علي، عندي شوية خبرة في التعامل مع انواع مختلفة من البيانات، وفي الكورس ده هنتعلم SQL بطريقة بسيطة وواضحة. هناخد اللي انت عارفه في اكسل ونترجمه خطوة بخطوة للغة SQL الجديدة. فخلال الكورس هتتعلم ازاي تلاقي البيانات اللي انت عايزها وتفلترها وترتبها، وكمان تجمعها باستخدام SQL. وفي نهاية الكورس هدف انك تكون واثق في نفسك كفاية انك تبدأ تشتغل ب SQL على بياناتك الحقيقية. فلو انت جاهز يلا بينا نبدأ سوا مرحلة الانتقال من اكسل ل SQL. قبل ما نبدأ نكتب أكواد SQL ونجربها محتاجين نبدأ نجهز الدنيا شوية الأول. ببساطة أنت محتاج أداة تكون قادرة تقرأ أكواد SQL اللي هتكتبها وتنفذها وتجيب لك النتائج من قاعدة البيانات. قاعدة البيانات اللي هنستخدمها في الكورس ده اسمها SQLite، والأداة اللي هنكتب ونجرب بيها الأكواد اسمها DB Browser for SQLite. والبرنامج ده مجاني تماما وبيشتغل على كل أنظمة التشغيل. وطبعا في أنظمة تانية مشهورة زي ماي اس كيو ال ومايكروسوفت اس كيو ال سيرفر وكمان اوراكل داتابيز. لكن احنا اخترنا اس كيو لايت لانها سهلة وسريعة في الاعداد وبتشتغل فورا بدون تعقيد. فتقدر تنزل دي بي براوزر من الموقع sqlitebrowser.org. خد بالك الكلمة فيها حرف ال واحد بس. وبعد ما تنزله شغل ملف التثبيت وكمل الخطوات. كمان نزل ملفات التمرين من الوصف، وأنا بالفعل نزلتها عندي هنا. دلوقتي جاهزين نبدأ. أنا دلوقتي هضغط مرتين على أيكون دي بي براوزر اللي موجودة على الديسكتوب، بعدها هروح على فايل Open Database واختار فولدر Exercise Files اللي عندي على الديسكتوب، وهتلاقي هناك ملف اسمه companydatabase.db. هختاره واضغط Open، وتمام كده قاعدة البيانات اتفتحت في البرنامج. ودلوقتي خلينا نلف وناخد جولة سريعة على البرنامج. هتلاحظ فوق في 4 تبويبات رئيسية. أول تبويب اسمه Database Structure، وده بيوريك الجداول اللي موجودة في قاعدة البيانات، فتقدر تكشف تفاصيل كل جدول عن طريق السهم الصغير اللي على الشمال وتشوف أسماء الأعمدة وأنواع البيانات اللي فيه. التبويب اللي بعده اسمه Browse Data، وده بيسمح لك تشوف محتوى أي جدول تختاره من القائمة المنسدلة فوق. بمجرد ما تختار اسم الجدول البيانات بتظهر تحت فورا، زي هنا مثلا عندي جدول Departments وإمبلويز. التبويب الثالث اللي هو الإديت براجماس خاص بالSQLite ومش هنحتاج نستخدمه في الكورس ده. وآخر تبويب هو Execute SQL، وده اللي هنستخدمه كتير جدا علشان نكتب وننفذ أكواد SQL بنفسنا. ما تقلقش منه دلوقتي، المهم إنك تكون عارف مكانه. ملفات التمرين فيها كمان ملف اكسل تجريبي، وده هنرجع له اكتر من مره خلال الكورس. فطبعا تاكد انك عندك مايكروسوفت اكسل على جهازك، وده علشان تقدر تفتحه.